إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد كيتجدد معكم اللقاء على قناة صوت الخبر. عندنا جوج ديال المواضيع اللي غنتكلموا فيهم. الموضوع الأول هو دخول شركة ستارلينغ الخاصة بالاتصالات لمالكها إيلون ماسك. فالموضوع الثاني غنتكلموا على وفاة شخص بمدينة طنجة، وبعض المعلومات اللي كتقول أن سبب الوفاة أن الكلب ديالو هو اللي نحى الحياة ديالو، بما أن ابنة الأخت ديالو كتنفي هاد الأخبار هادي وخرجت بواحد تصريح أو واحد التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي. غنرجعوا لهاد التدوينة. قبل ما نسافروا ونغوصوا في الأعماق ديال هاد الجوج ديال المواضيع، ما تنساوناش من اللايكات ديالكم. الله يجزيكم بخير اللي كيصلكم جديد هذا المحتوى. في الآونة الأخيرة لا حديث إلا على دخول شركة ستارلينك الخاصة بالاتصالات لمالكها إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول جنوب إفريقية. فحسب بعض المعلومات كيقولوا أن شركة ستارلينك الخاصة بالاتصالات بالانترنت، هاد الشركة باش نتكلموا عليها ونعطيكم بعض كيفاش كتخدم. فهاد الشركة كتخدم عن طريق الأقمار الصناعية. فواحد المجموعة ديال المغاربة كيتسائلوا واش بالفعل أن شركة ستارلينك كاينة حاليا في المغرب. بالفعل هي كاينة في المغرب، ودخلت سنة 2024 وسجلت السجل ديالها في السجل التجاري. لكن هذا ماشي معناه أن شركة ستارلينك غتبدا الخدمات ديالها بالمغرب. فحسب بعض المصادر كتقول أن الشركة ربما ما غتبدا الخدمات ديالها حتى لسنة 2027 أو لسنة 2030 مع انطلاق المونديال بالمغرب. فشركة ستارلينغ هي شركة أمريكية لمالكها إيلون ماسك. فالخدمات ديالها كتخدم عن طريق الأقمار الصناعية. فهاد الشركة ملي بغات تدخل لقات واحد الصعوبة من ثلاثة ديال الشركات بالمغرب الخاصة بالاتصال، هي اتصالات المغرب، أورانج، إنوي. لأن ما يمكنش أنهم يخليو واحد المنافسة ديالهم واللي غتدخل السوق وغتنافسهم. كما أن شركة ستارلينغ هي عندها واحد الخدمات اللي هي سريعة ومتطورة. وحسب بعض الأقوال اللي كيقولوا أن الصبيب ديالها كيقدر يوصل حتى 400 ميجا في الثانية، الشيء اللي غيخلي أن المنافسين ديالها يخافوا منها. لكن هاد المنافسين إلا بغاو يشدوا السوق وما يخليوش أن الشركة ستارلينغ أنها تدخل المغرب وتنافسهم، خاصهم يعطيو خدمات وجودة للمغاربة، لأن الخدمات اللي كاينة حاليا في المغرب هي خدمات متذبذبة، زائد أنها خدمات مكلفة، زائد أن الصبيب طيح وغيرها. هذه الخدمات لأن بعض المناطق النائية في المغرب لا زالت تعاني من نقص في التغطية. كلا الحالات، يعني ماشي غير شركة واحدة، في جميع الشركات اللي كاينة في المغرب اللي هي ثلاثة ديال الشركات اللي هي اتصالات المغرب وأورانج وإنوي. بعض الناس الساكنين في المناطق الجبلية كيعانيو. فشركة ستارلينغ ملي ما غيكونش عندها هذه المشاكل هذا، لأن الشركة كتخدم بواسطة الأقمار الصناعية. وكما كنعرفوا أن الأقمار الصناعية كتغطي تقريبا واحد العالم تقريبا كله والشيء، وكتغطي حتى المناطق النائية. هذا الشيء اللي غيجعل أن هذه الشركة غتكون مقبولة لدى المغاربة. كاين اللي غيتساءل شحال الثمن ديال أنه الخدمات ديال هذه الشركة ستارلينغ. فحسب بعض المعلومات كيقولوا شنو اللي خاصك في شركة ستارلينغ هي واحد الروتر أو واحد الطبسيل كما كنقولوا حنايا، اللي يمكن توجهوا للفضاء، وبالتالي أنه يكون بمثابة لقيط واللي غيعطيك الانترنت بواحد الصبيب اللي عالي. زائد أن شركة ستارلينك باقة كذلك عندها صعوبات مع الأنظمة الأمنية بالمغرب، لأنهم كيتخوفوا من تسريب معلومات الأشخاص مغاربة وتسريب يعني النظام المعلوماتي ماشي غير المغاربة، لأن الانترنت ملي غتدخل لشركة ستارلينك راه حتى المؤسسات الأمنية غتربط الاتصال بهذه الشركة، غتاخذ الخدمات ديالها. الشيء اللي كتنفيه الشركة وكتقول أنها متواجدة في 159 دولة. نرجعوا للطريقه كيفاش كتخدم هاد الشركه ستارلينك. قلنا ان واحد الجهاز اللي هو جهاز لقيط زائد واحد الروتور. التكاليف ربما كتبدا من كاينه 3500 درهم. التكاليف ديال الشهريه هي تقريبا 300 درهم وما فوق. والحاجه اللي مزيانه بشركه ستارلينك هي في حاله الى انك ما خدمتيش مثلا هاد الخدمات ديالهم وما استهلكتيهاش، ما يمكنش لك تخلص
ولا بغيت تنهيها راه كتمشي، ما كايناش ديك الصعوبة، ماشي بحال إلا مشيتي عند شركة اتصالات كيبقى يقول لك أن السيستيم طيح هنا، أنك جليزي هنا، أنك جري هنا. يعني واحد الخدمات اللي زالت متذبذبة. الشيء اللي غيجعل أن واحد المغاربة يعني راه غيكون عليهم إقبال على شركة ستارلينك نظرا للخدمات السريعة والمتطورة، ونظرا للرداءة ديال هاد الشركات الثلاثة بالمغرب. وكما قلنا أن المنافسة اللي كاينة حاليا فهي منافسة شرسة. الشركات بثلاثة يعني رفضوا أن تدخل شركة ستيرلينغ، ومن بين الشركات اللي مشات عرضت كأنها تكون وسيط هي شركة إنوي، عرضت أنها تكون وسيط مع شركة ستيرلينغ، لكن شركة ستيرلينغ ما بغاتش شركة إنوي أنها تكون وسيط ديالها، لأنها بغات تقدم الخدمات ديالها للزبناء ديالها مباشرة وما تكون حتى شي شركة وسيط ديالها. غنسدوا هذا الموضوع ديال شركة ستيرلينغ وغنمشيو للموضوع الثاني. فيوم أمس مدينة طنجة عاشت على واقع أليم، حيث توفي شخص بمدينة طنجة، وحيت بعض المعلومات كيقولوا أن الكلب ديالو هو اللي كان السبب ديال الوفاة. الكلب ديالو اللي من نوع فصيلة البيت بول. فخرجت ابنة الأخت ديالو كتنفي هاد الأخبار وكتقول أن الخال ديالها مني خرج اتصل بالخطيبة ديالو وقال لها أنه كيحس بدوران في الرأس ديالو، وقالت أنه خرج باش يجيب ربما الخبز من المخبزة، وهو خارج دا معاه هاد الكلب ديالو من هاد النوع أو الفصيلة اللي ذكرنا، ولكن هو جاي سقط على الأرض مغمى عليه، وقالت أنه خرج ليه الدم من النيفو. وبالتالي كان غادي بداك الكلب ديالو ربما عند شي فيلا ديال الأصدقاء ديالو اللي دايرين فيها واحد الفصيلة من هاد النوع على، ولكن الكلب ديالو من بعد قالت أنه ملي طاح خرجوا دوك الكلاب وبداو كيعضوا فيه، ومن بعد ما حملوه للمستشفى أنه توفى. فهاد الرواية كاين اللي بانت له أنها رواية يعني فيها نوع من المغالطات أو لا نوع من كذا، ولكن حنا هنايا المعلومات كتقول أن هاد الشخص راه توفى يعني في الزنقة أو الدرب اللي كان كيسكن فيه، ومن بعد نداء الاستغاثة اللي تلقاتو الخطيبة ديالو فحملوه للمستشفى ولكن توفى. ولكن كيبقى أن السبب ديال الوفاة ديالو هي الكلاب المفترسة، لأن ربما حتى وإن سقط وأغمي عليه كان غيتحمل للمستشفى ويقدر أنه يكون بخير وعلى خير. غير باش نرجعوا لهاد النقطة ديال الكلاب، فصراحة أن المغاربة واحد المجموعة ديال المغاربة كيربيو واحد الفصيلة ديال الكلاب اللي هي أصلا ممنوعة وأنها خطيرة وأنها شرسة، وعطاتنا مجموعة من ديال الحالات ديال أن أشخاص اللي تعرضوا الافتراس من طرف هاد الكلاب. عندنا أطفال صغار اللي كيعيشوا حاليا بعاهات مستديمة، يعني تم يعني افتراسهم من طرف هاد الكلاب هادي اللي هي مفترسة، واللي أنها محرمة أنها تكون مربية عندنا أشخاص عاديين، لأن هاد الكلاب هادي من بعد ما كتربى وكدوز واحد المدة يعني كتولي مفترسة، حتى صاحبها اللي رباها وهذا ما كتبقاش عاقل عليه. ولهذا يجب محاربة هاد النوع ديال هاد الكلاب هذه، لأنها لا تصلح للتربية. يعني ما يمكنش أن واحد الشخص كيربي واحد الكلب من واحد الفصيلة اللي هي صعيبة شوية مفترسة وكتلقاه خارج بها مثلا للزنقة. أولا كتهدد الحياة ديالو هو، وكتهدد حتى حياة الناس المحيطين به مثلا في الشارع أو لا في داك المنزل ديالو، تقدر تفترس واحد من الولاد ديالو، الزوجة ديالو، غير ذلك. يجب إعادة النظر في تربية الكلاب وتشريع بعض القوانين لأنها تحرم مثل هذه الكلاب المفترسة. ما غنطولش عليكم، الله يرحم هذا الشخص، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تحية واحترامات قناة صوت الخبر، إلى الملتقى.